أنا الحاج سيد، بواب عمارة الهنا زي ما بيسموها، أو عمارة الأسرار زي ما هيسموها بعد كده. يمكن العمارة دي مش أقدم عمارة في القاهرة، لكن ليها تاريخ كبير جدا وليها سكانهم الخاصة بيهم. يعني قضيت معاهم سنين طويلة. الناس دي عشرة عمر، يعني فيها ناس من كل شكل ولون ومن الطبقات المختلفة، اللي متعلم واللي مش متعلم، من اللي محترم واللي مش محترم، ومحدش يعرف عن التاني حاجة غير اسمه ووشه، وكل واحد في حاله وقافل على نفسه بابه وعليه أسراره. كل العمارة دي علبة أسرار مقفولة، قضيت فيها أكتر من 30 سنة من عمري. شفت فيها الحلو والمر، شفت فيها أطفال اتولدوا وكبروا قدام عيني، وشفت فيها ناس دخلت في التابوت وخرجت بالتابوت، ناس كانت ماشية على رجليها وفجأة ماتت. شفت فيها فرح ولمة العائلات، وشفت فيها أحزان وسكات وحزن، وشفت فيها حكايات كتيرة جدا. بس حكاية الست نوال دي غير بقى كل الحكايات دي. حفرت جوايا خوف وقلق لدرجة ان لسه بحس ان قلبي بيتقبض من كتر ما افتكر الموقف ده. والريحة اللي احنا شمنها اللي انا هقول لكم عليها ريحة ايه بالظبط، ريحة عمري ما هنساها ابدا. لما عرفت حقيقتها كان الموضوع اسوأ بكتير. الست نوال بقى كانت ست في اواخر الثلاثينات او اوائل الاربعينات، ما نعرفش سنها كام بالظبط، بس هي في الحدود دي. عمرها ما اتجوزت، او على الاقل انا ما اعرفش عنها اتجوزت ولا لا، ومحدش من اهلها زارها خالص. طول ما هي كانت موجودة في العمارة محدش كان بيزورها. كانت ساكنة في شقة في الدور الرابع، شقة كده هادية وما فيهاش صوت وما فيهاش غيرها هي شخصيا. يعني ما فيش حد بيزورها من اهلها الا طبعا صحابها الحبايب والمقربين قوي، كانوا بيحبوها قوي. وناس غريبة بتدخل ما فيش حد منهم بيعرف التاني. الست نوال دي كانت ست بتلبس كل الموضة بقى على اخر الموضة واحداثها، ومفصلة جسمها تفصيل، ومبينة كل حتة عايزة تبان، وماشية بمزاجها، ومنطقة على التانية، بتروح هنا وبترجع من هنا، وبعد كده بتروح البيت تاني. وطبعا ريحة البرفان بتاعها بيقلب الشارع كله، بتسبقها بمترين، تشم ريحتها تعرف ان نوال جاية. ساعات بتبقى ريحة كويسة وساعات بتبقى ريحة قوية كده لدرجة ان هي ممكن تخنقك. ما كنتش بستغرب الا لما الاقي رجالة غريبة طالعة او بنات مش مظبوطين، شكلهم مش مظبوطين. يعني كنت فاهم ان الشقة دي مش مجرد سكن للست نوال لوحدها، وانها بيت من اياه زي ما بنسميه. انتوا عارفين اسمه ايه. انا بواب العمارة ليس الا وبشوف كل حاجة وبسمع كل حاجة وساكت ومغمض عيني، ومش بتدخل في اللي ما يخصنيش عشان مشاكلها ما تجيبنيش على وشي. انا مش ناقص، وانا راجل على باب الله ومعيش غير صحتي، وبشتغل علشان لقمة العيش. بس عارف كل كبيرة وصغيرة، وعارف كل نفس داخل وطالع، وعارف مين اللي بيطلع ومين اللي بينزل. والواحد هنا بيشوف العجب العجاب، وما ينفعش يتكلم إلا لما هتلاقي نفسك في مشكلة انت في غنى عنها، وممكن تخسر لقمة عيشك وحياتك. في الأول كنت بقول يمكن الست في حالها، يمكن صحابها بيزوروها، يمكن قرايبها بيعدوا عليها، بس هي في حالها ما بتأذيش حد. بس لما بدأت أشوف الوشوش بتتكرر كل شوية، ونفس الرجالة بتطلع وتتغير كل يوم، ونفس البنات اللي بنفس الهيئة، والرجالة اللي بتطلع وبتنزل بسرعة، وقتها اتأكدت ان بيحصل حاجة في الشقة دي مش طبيعية ومش كويسة. كنت بسمع كلام كتير من السكان وهم بيهمسوا لبعض كده ان في حاجة مش تمام، لكن كله بيرمي على نفس المكان وكله بيرمي على نفس المعنى، ان الست نوال دي ست شمال، وان الشقة دي
شقة فيها حاجات مش مظبوطة، وسمعت بنفسي واللي كان بيقول لي خلي بالك من اللي بيحصل في العمارة دي عمارة محترمة. بس أنا كنت بعمل نفسي مش واخد بالي عشان أقطع الطريق على الكلام، وأنا طول عمري ما بحبش المشاكل وبقول يا دافع البلا وبس، وبستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ده كل اللي أقدر أعمله. في يوم من الأيام، وده كان يوم مش هنساه، يوم الاثنين اللي كان قبل العيد الصغير. كان خلاص داخلين على العيد الصغير بكام يوم. حوالي الساعة 9 بالليل الست نوال كانت نازلة ولابسة فستان أحمر ما أقولكش، ومبين رجليها كده ونازلة وحاطة برفان. الميك اب اللي كان في وشها تحس إن هي مشطبة وشها، مش مجرد ميك اب عادي. شكلها كانت رايحة الميعاد مهم. وقفت جنبي كالعادة، طلبت مني أكلمها لو في حد طلع لها غريب، عشان لو هي مش عاجبها ما تخليهوش يطلع. وقالت لي ما تدخلش حد غير لما أكلمك يا حاج سيد. ونزلت، وما كنتش أعرف إن دي آخر مرة هشوف فيها الست نوال. بعد حوالي نص ساعة بالظبط وأنا قاعد قدام العمارة على الكرسي بتاعي في أمان الله، وفي إيدي الراديو بتاعي وبقلب في المحطات، سمعت صوت الأسانسير. لقيت راجل غريب شكله كده في الأربعينات أو يمكن أكبر شوية، لابس بدلة كحلي شيك وباين عليه إنه غني، وشكله نضيف جدا ومحترم وابن ناس، ومعاه شنطة جلد صغيرة كده كانت في إيده، باين عليه إنه راجل صاحب مهنة كويسة. بس كان ماشي مستعجل ومش طايق نفسه، وكأنه كان عنده ميعاد مهم. أنا بطبيعتي لما بشوف وشوش جديدة بحاول أعمل نفسي بتكلم معاهم عادي عشان ألقط أي كلمة منهم وأتعرف عليهم وأعرف هو ده منين وجاي منين ورايح فين. يمكن يكون ساكن جديد ولا حاجة، ويمكن ضيف لسكان تانيين. قلت له أفندم يا باشا في حاجة؟ بصلي كده بنظرة غريبة، نظرة فيها قرف كأنه قرفان مني، وقال لي لا مفيش حاجة، طلع الدور الرابع. قلت له تمام يا باشا، الأسانسير هناك اهو. ركب الأسانسير وطلع، وساب وراه ريحة البرفان الرجالي برضه، كأنه زي الست إياها الست نوال. بعد حوالي 5 دقايق بس ويمكن أقل كمان، التليفون في شقتي اللي تحت رن. بصيت لقيتها الست نوال، قالت لي بصوتها اللي فيه شوية توتر كده وكأنها خايفة من حاجة، أيوة يا حاج سيد، الراجل اللي طلع ده ما تفتحلهوش تاني لما يجي، وما تخلوهوش يطلع لي تاني. استغربت من كلامها، قلت في سري ايه اللي حصل في 5 دقايق بس؟ ايه اللي يخلي الست نوال تطرد الراجل ده بالشكل ده؟ ده شكله كان كابوس، بس كان شياكته واحترامه وشكله كده الهيبة بتاعته ما توحش ان هو كده خالص. رديت عليها وقلت لها حاضر يا ست نوال تحت امرك، اي اوامر تانية؟ قالت لي لا متشكرين، وقفلت السكة في وشي بسرعة وكأنها مش طايقة تسمع صوت اي حد. بعد ربع ساعة بالظبط وانا لسه قاعد على الكرسي بتاعي وبكمل سمعاني للإذاعة، الأسانسير نزل والراجل بتاع البدلة الكحلي خرج منه، بصلي كده نظرة غريبة، نظرة فيها حاجة مش مفهومة، كأنه عايز يقول لي حاجة ومش قادر، كأنه مش هيشوفني تاني. وفعلا ما الست نوال وصت عليه خلاص، هو مش هيطلع تاني. بعدها وقف قدام باب العمارة وقعد يبص على العمارة كلها من تحت لفوق، وعلى الشبابيك وعلى البلكونات وعلى كل دور، كأنه بيدور على حاجة، أو كأنه بيشوف حاجة أنا مش شايفها، أو كأنه بيصور العمارة، يمكن هيشتري العمارة ولا حاجة. ما كنتش فاهم هو بيبص ليه وقتها، بس حسيت إن في حاجة مش مظبوطة ومش طبيعية، وإنه مش مجرد زبون عادي، وإنه في دماغه حاجات غريبة، أو يمكن عمل حاجة الله أعلم. الراجل فضل وقف كده حوالي 5 دقايق أو يمكن أكتر، كأنه في دوامة أفكار، أو كأنه بيفكر في حاجة معينة بس متردد. مرت ساعات والليل دخل والنهار طلع،
والست نوال ما شفناهاش. استغربت، هي متعودة تتصل بيا لو اتأخرت بره مثلا لو نزلت. قلت يمكن راحت عند واحدة من صاحبتها، أو يمكن نامت في مكان تاني، الله أعلم، معرفش عنها حاجة، أو يمكن ريحتنا وسافرت خالص. بس اللي أنا استغربته أكتر إن الراجل اللي نزل بسرعة ده قاعد يبص على العمارة بطريقة غريبة. لسه الموضوع في بالي، كأنه في حاجة مش طبيعية بتحصل. تاني يوم وتالت يوم مفيش أثر للست نوال نهائي، تليفونها مقفول ومحدش عارف عنها حاجة. بعد كام يوم بدأت البنات اللي كانوا بيجوا للست نوال يسألوا عنها، الست نوال كانت فين. البنات كانوا بيشتغلوا معاها أو اللي كانت بتجيبهم الشقة. فين الست نوال يا حاج؟ معرفش يا بنتي، مختفية من كام يوم كده. معقول نوال عمرها ما اختفت كده من غير ما تقول لنا ولا حتى تدينا خبر؟ دي اختفت فجأة كده ومفيش أي أثر ليها. بدأت أقلق وحسيت إن في حاجة غلط، خصوصا لما كذا واحدة من البنات سألوا بنفس الطريقة وبنفس الخوف وبنفس نبرة الصوت المخيفة المقلقة دي. البنات دول بعد ما زهقوا من البحث ما لقوش أي خبر عن نوال، فقرروا إن هم يبلغوا الشرطة عن اختفائها. والشرطة جت العمارة وسألتني وسألت السكان واحد واحد، وفتشوا الشقة بتاعتها وكمان فتشوا العمارة كلها، لكن مفيش أي أثر ليها، مفيش أي دليل على مكانها. الشقة كانت زي ما هي، مفيش أي حاجة متغيرة فيها، كأنها اتبخرت. الأيام عدت والشهور ورا بعض، والست نوال الشرطة مش لاقيه لها ولا أثر، والقضية اتسجلت اختفاء غامض ومفيش أي جديد في الموضوع، وكأنها قضية عادية. السكان بدأوا ينسوا الموضوع والحياة بدأت تمشي ومحدش بقى يقف على حد والناس بتكمل حياتها. لكن أنا كحاج سيد طول الليل بفكر إيه اللي حصل للست دي، راحت فين، وإيه العلاقة بتاعت الراجل الغريب ده بيها؟ يمكن الراجل ده ليه علاقة باختفائها، الله أعلم. الأسئلة دي كانت بتدور في دماغي طول الوقت وما كنتش بلاقي لها أي إجابة. بعد فترة حوالي 3 شهور بالتمام والكمال لاحظت، وغيري كمان من السكان لاحظ، إن كل ما بنركب الأسانسير بنشم ريحة وحشة جدا، ريحة معفنة، كأن في فار ميت في الأسانسير، أو كأن في حاجة متعفنة متحللة. في الأول قلت يمكن فار مثلا، أو يمكن حاجة وقعت من حد ما حدش خد باله، أو يمكن في حاجة وقعت في المكنة بتاعت الأسانسير. قعدت أنظف الأسانسير أكتر من مرة بالمية والصابون والكلور، حتى كنت برش معطرات في الجو جوه الأسانسير علشان الريحة تطلع، بس من غير أي فايدة. الريحة كانت بتفضل موجودة، ساعات بتقل لما أنا بنظف الأسانسير، وساعات بتزيد عن حدها، خصوصا لما يكون الجو حر. الريحة كانت بتزيد أكتر كل يوم، وكانت لا تطاق. ريحة كده تخليك تجيب اللي في بطنك، وتخلي أي حد يشمها كمان يجيب اللي في بطنه. السكان كمان اشتكوا كتير جدا من الريحة دي، وسألوني أكتر من مرة إيه الريحة دي يا حاج سيد؟ الأسانسير ده هيجيب لنا أمراض، نظف الأسانسير ده كويس يا حاج، الريحة بقت لا تطاق، ما بقيناش عايزين نركب الأسانسير ونطلع على السلم أحسن. وقتها اضطريت بقى أجيب عامل الصيانة بتاع الأسانسير علشان يشوف ممكن تكون الريحة دي جاية منين بالظبط. يمكن تكون من جوه الأسانسير نفسه، أو يمكن تكون في البير من تحت بتاع الأسانسير في حاجة واقعة فيه أنا معرفش، أو يمكن تكون في المواسير بتاعته، أو يمكن في أي مكان تاني الله أعلم. عشان كده جبت عامل الأسانسير وبدأ فعلا يكشف عليه ويشوف تحتيه في ايه، ويرفع الأسانسير لفوق ويشوف المكنة بتاعته، ويشوف كمان البير بتاع الأسانسير في حاجة ولا لا. المهم بعدها قال لي يا حاج سيد أنا هطلع أشوف السقف بتاع الأسانسير فيه ايه، يمكن ألاقي حاجة فوق.
وفعلا دخل بالاسانسير بسلم وطلع من فوق وبدأ يفك السقف بتاع الاسانسير، وانا واقف جنبه في الوقت ده وبساعده وماسك له السلم، وعيني عليه لحظة بلحظة، وبعد ربنا ان يكون الموضوع فار ميت او كيس زبالة مرمي. المهم طلع فوق الاسانسير وقعد يبص يمين وشمال ويجيب كشاف النور بتاعه في كل حتة، وفجأة سمعت صوت صرخة جامدة جدا، كأن العامل ده شاف حاجة مرعبة أو كأنه شاف شبح عفريت. بصيت له لقيته وشه كله تعابيره متغيرة، وشه كله أحمر وعينه كلها مذهولة مفتوحة على آخرها، كأنه شاف حاجة أنا معرفش هو شاف إيه. قال لي بصوت متقطع كده: يا حاج سيد تعالى شوف اللي فوق، تعالى شوف المصيبة اللي احنا فيها. قلبي اتقبض وقتها، حسيت ان في مصيبة كبيرة، مصيبة هتغير كل حاجة في العمارة دي. طلعت وراه بالراحة ورفعت راسي وبصيت فوق الاسانسير. المشهد اللي شفته كان فعلا صادم لدرجة اني لسه مش قادر انساه لحد دلوقتي. فوق سقف الاسانسير كانت فيه جثة محللة متغيرة الملامح تماما، بس كانت باينة انها جثة ست. الجثة دي كانت مربوطة بحبل رفيع كده ومتعلقة من رقبتها في الماسورة بتاعت مواسير الاسانسير، وكأنها مشنوقة. الريحة كانت بتطلع من الاسانسير واللي كانت لا تطاق، كانت اساسا جاية من الجثة دي. ريحة ان الجثة كانت متعفنة تماما. وبعدين العامل راح جاي قايل لي: دي جثة حاج سيد، جثة ست. ولسه بيترعش من الخوف. نزلنا بسرعة من فوق الاسانسير وانا كنت مرعوب، مش مصدق اللي عيني شايفاه. العامل اللي كان بيشتغل في الصيانة كان بيترعش من الخوف، ما كانش قادر يتكلم، ووشه كان باين عليه الصدمة. وفورا بلغنا الشرطة، والشرطة جت ومعاها إذن النيابة والطب الشرعي والمباحث الجنائية، واكتشفوا إنها الست نوال. وده اللي بعد طبعا ما عملوا DNA اكتشفوا إنها نوال. وبعد تحليل الشرطة وبعد طبعا ما القضية كانت مقفولة على إنها اختفاء غامض، الصدمة كانت كبيرة بعدها على أهل العمارة، والشرطة نفسها كانت متفاجئة بالموضوع ده. الشرطة بدأت تحقق تاني في القضية وفتشوا الشقة بتاعتها تاني بدقة أكبر بكتير، وجمعوا كل المعلومات من الجيران ومن اللي يعرفوا نوال. ومع التحقيقات بدأت الحقيقة تظهر شيئا فشيئا. الشرطة اكتشفت إن الست نوال كانت ماشية شمال، وإن شقتها كانت شغالة في الحاجات إياها، وإن كل الرجالة والبنات اللي كانوا بيجولها كانوا زباين أو بيشتغلوا معاها، وإنها كانت بتجيب بنات للشقة تأجرها للزباين. الراجل اللي جه لنوال في يوم اختفائها واللي كانت نوال طردته بعد 5 دقايق بس، هو اللي كان ورا اختفائها، وهو اللي بنسبة كبيرة سبب الجريمة. التحقيقات كشفت ان الراجل ده ما كانش زبون عادي، ده كان راجل عنده مشاكل نفسية، وكان بيعاني من اضطرابات عقلية شديدة، وكان بيشوف ان الست نوال او اللي زيها هم سبب بالفساد اللي في المجتمع كله، وانهم لازم يتخلصوا منهم عشان المجتمع ينضف. دخل عليها الشقة وبدأ يتكلم معاها كلام مش مفهوم، كلام كده عن الدين والأخلاق والفساد وعن نهاية الدنيا، عن عذاب القبر. نوال ما عرفتش تتعامل معاه، حاولت تطرده من الشقة، يمكن كانت فاكراه مجنون أو يمكن كانت خايفة منه. الراجل ده اتقمص وحس انها بتسيء لي او بتستهزأ بكلامه وانها مش مقدرة رسالته. قرر بعدها انه ينتقم منها، وانتقم منها بطريقة كمان بشعة. التحقيقات كشفت ان الراجل ده لما نزل من الاسانسير بعد ما نوال طردته كان عايز يشوف الاسانسير، وكان بيبص على سقف الاسانسير كأنه بيدور على مكان يخفي فيه الجثة، وكأنه كان بيجهز لخطته دي الإجرامية. وده من قبل ما يجي العمارة أصلا، كان باين ان هو مجهز الخطة دي من الألف للياء. أو يمكن في دماغه كانت حاجات غريبة. لما نوال نزلت بعد ما طردته استغل الفرصة ودخل الشقة تاني، أو يمكن هي دخلت تاني عشان تستفسر منه، وده مش واضح لحد دلوقتي. المهم ان خلص عليها في الشقة دي
وبعدين قدر يرفع الجثة لسقف الأسانسير وربطها هناك بحبل علشان محدش يشوفها ومحدش يكتشف مكانها. الريحة اللي كانت بتطلع كانت ريحة الجثة المتحللة، واللي تحللت ببطء بسبب الحرارة والرطوبة والمكان اللي هي فيه. الراجل ده بعدها اتقبض عليه واعترف بكل اللي حصل بالتفصيل، وكان بيحكي كل حاجة ببرود أعصاب كأنه عمل حاجة عادية أو مفتخر باللي هو بيعمله، وكان بيعتقد ان هو بيعمل خدمة للمجتمع، ان هو بيتخلص من الناس الفسدة اللي زي نوال. المهم ان القضية اتقفلت والراجل اتحول للمحاكمة، ويمكن يتحكم عليه الإعدام أو يمكن يدخلوه مستشفى المجانين، الله أعلم. حكاية الست نوال دي غيرت كتير جدا في العمارة. السكان بدأ يخافوا أكتر ويعرفوا يشوفوا مين اللي داخل وخارج من العمارة. مش أي حد بيدخل العمارة، ومش أي حد ينفع يسكن جوه المكان اللي هم فيه. لازم العمارة تكون مكان نظيف وما تدخلش أي ناس غريبة مشبوهة، وده اللي فعلا حصل بعدها. شددنا الموضوع جدا ان مش اي حد ينفع يخش يأجر شقة او يسكن فيها من غير يتعرف اصله وفصله. وبس كده، لحد هنا تكون انتهت حلقتنا النهاردة. ما تنساش في الاخر تعمل لنا لايك وسبسكرايب للقناة وتدوس على جرس الاشتراك علشان يوصلك كل جديد. كان معاكم محمد فوزي، وسلام.